النهاردة هشارك معاكم ألذ تتبيلة من تتبيلات الفراخ اللي أنا جربتها، اللي بعملها كتير جدا جدا. تتبيلة كده عرفتني قد ايه الفلفل الأحمر لما بيتشوي بيدي طعم رائع. لما بيبقى عندي فراخ كده وعايزة اتبلها بتتبيلة حلوة، دي من أوائل التتبيلات اللي بتيجي في بالي كده. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وكومنت علشان تساعدوا القناة بتاعتنا تكبر بسرعة. ويلا على طول نبدأ بالطريقة. اول حاجة هنبدأ بيها وهي المقادير. دي مقادير هتعمل فرخة كاملة، انا عاملة فرخة. لو هنعمل نص فرخة نقسم المقادير على 2. اول حاجة والبطل بتاعنا في التتبيلة دي هو الفلفل الاحمر الرومي، انا شايلة منه البذر، مستخدمة لكل فرخة 2 فلفل احمر رومي كبير. وفي التتبيلة الاصلية كمان بيستخدموا فلفل احمر حار بس انا استغنيت عنه، لو انتوا بتحبوا الفلفل الحار ممكن تستخدموه. كمان حطيت معلقة كبيرة زيت زيتون ومعلقة كبيرة خل، وكمان هحط عصير ليمونة. التتبيلة كلها تتحط في محضرة الطعام كده عشان تتخلط مع بعض مرة واحدة. كمان حطيت بصلة صغيرة، لو البصل اللي موجود عندنا كبير هنحط نص بصلة بس، وهحط فص توم واحد، وهحط توابل ملح وفلفل اسود وروزماري وزعتر وبابريكا مدخنة. لكل فرخة بتحتاج معلقة ملح كبيرة، معلقة معيارية يعني. وبعدين كده هبدأ اجهز الفراخ بتاعتي. انا فصلت الجلد كده عن اللحم بالراحة، وعملت بالسكينة كده فتحات في الفرخة نفسها من جوه علشان التتبيلة تدخل لكل جزء من اجزاء الفرخة. احنا مش عايزين الجلد متبل والفراخ من جوه ميبقاش عليها اي تتبيلة، لا، احنا عايزين التتبيلة توصل لكل جزء من الفراخ، فنجهزها كده كويس. وبعدين هبدأ احط التتبيلة بتاعتي على الفراخ واتأكد ان كل جزء من الفراخ وصله التتبيلة كويس قوي. هحط اهم حاجة بين الجلد كده واللحم بتاع الفراخ ووصله لكل جزء. افضل حاجة ان انا اسيبها منقوعة ليلة كاملة، او مش لو ما عندناش وقت ممكن ساعتين. وده كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما اتبلت. نيجي للتسوية. انا بحب الفراخ المشوية دايما اشويها على شبكة بيكون تحتها صينية، والصينية احط فيها مية سخنة بتغلي كده. طب لو ما عندناش شبكة ممكن نسويها ازاي؟ ممكن نسويها في صينية ونمسحها مسحة زيت بسيطة من غير مية ولا حاجة، او ممكن نسويها في كيس حراري. وبعدين حطيت الفراخ بتاعتي على الشبكة كده، وامسحها كمان مسحة خفيفة من باقي التتبيلة الموجودة عشان اتأكد ان التتبيلة كده هتبقى عليها من بره بشكل كويس. وكمان هحط باقي التتبيلة في المية السخنة اللي تحت في الصينية عشان بخار المية اللي يطلع على الفراخ اثناء التسوية كده يكون فيه من ريحة وطعم التتبيلة. وبعدين هدخلها على فرن متسخن لدرجة حرارة 225 لمدة نص ساعة، والنص ساعة الباقية هقلل درجة الحرارة ل180. وده كده كان شكل الفراخ بعد ساعة تقريبا. اخدت علامات التحمير الجميلة دي من غير ما اشغل شواية ومن غير ما احمرها ولا اي حاجة. وممكن لو المية نشفت مننا من تحت نزود مية سخنة، اهم حاجة بس تكون مية سخنة. وده كده شكلها بعد ما حطيتها في طبق التقديم. حطيت عليها شوية كزبرة كده للتزيين وبس قدمتها. بحس التتبيلة دي بتبقى او النوع الفراخ ده بيبقى لايق قوي مع رز بسمتي، بحب اعمل معاه مثلا لوبيا او حاجة، بحس الخليط ده كده لايق مع بعض. وشوف كده التتبيلة كنت بوريكم انها تحت الجلد كمان واصلة لكل جزء من اجزاء الفراخ، طعمها لذيذ جدا جدا بجد. التتبيلة دي عرفتني كمان ليه في السوبر ماركت بيبيعوا الفلفل الأحمر المشوي معلب كده، لأنه فعلا إضافة مميزة لأي حاجة يتحط عليها. لو جربتوها بجد هتحبوها جدا، هتحبوا كمان طعم الفلفل الأحمر المشوي في أي حاجة، هتبقوا متأكدين ان هو لو موجود في أي تتبيلة هتبقى أكيد لذيذة. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب، وهستنى رأيكم تحت في الكومنتس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. يلا مع السلامة.